عمو فؤاد عمو فؤاد، شوفوا هيعمل ايه يا ولاد. ما ينفعش يفوت علينا اي شهر من شهور رمضان الكريم من غير ما نفتكر الفوازير، لانها كانت زمان طقس مهم جدا من طقوس الشهر الكريم، وكانت الناس بتتجمع زمان في كل بيت مصري، وتحديدا الساعة 3:30 العصر علشان نستنى فوازير عم فؤاد. جيل كامل اتربى على ذكريات جميلة مع أستاذ الفن الراحل فؤاد المهندس. تعالوا بقى أقول لكم مين صاحب فكرة الفوازير واستمرت كام سنة، وهتتفاجئوا كمان بأجر فؤاد المهندس. خليكم معانا علشان تعرفوا الحكاية كلها. خلينا نتعرف على بطل حلقتنا النهاردة. في الأول اسمه بالكامل فؤاد زكي المهندس، واتولد سنة 1924 في حي العباسية، ووالده هو العالم اللغوي زكي المهندس، وعلشان كده نشأ في بيت بيهتم باللغة العربية، ودخل كلية التجارة وانضم لفريق التمثيل، وبعدها اشترك مع فرقة نجيب الريحاني وانطلق في عالم السينما، وبعدها بقى واحد من أهم نجوم الكوميديا في الوطن العربي. ومن الحاجات اللي ميزت فؤاد المهندس عن غيره من الفنانين علاقته بالأطفال، لأنه كان عنده أسلوب كده سهل وبسيط بيقدر من خلاله يجذب الأطفال. علشان كده قرر فؤاد المهندس يستثمر موهبته ويقدم فكرة جديدة، وقابل المخرج محمد رجائي وعرض عليه فوازير بسيطة ودمها خفيف، خصوصا بعد النجاح الكبير اللي حققته نيلي على مدار 6 سنين في تقديم الفوازير. وقدر المؤلف مصطفى الشندويلي يعمل حلقات مناسبة لكل أفراد الأسرة المصرية. وفي سنة 1983 قدم فؤاد المهندس فوازير رمضان، وكان اسمها عم فؤاد، وكانت معاه الفنانة مشيرة إسماعيل. وكانت الفزورة بتعتمد على سؤال للمشاهدين بسيط وسهل من خلال ابتسامته اللي كلها بهجة. ونجح الموسم الأول نجاح ساحق جدا، لدرجة إن الفوازير كان بيشوفها الكبار كمان مش بس الأطفال. وكل الدول العربية بدأوا يمدحوا فكرة الفوازير وأداء الفنان فؤاد المهندس الجذاب. وفي السنة اللي بعدها قرر يغير الفكرة وقدم فوازير عم فؤاد رايح يصطاد، وكان في منافسة في كل بيت مصري على اللي يوصل للحل في أسرع وقت، وكانت الأجواء كلها فرحة وسعادة. واستمر فؤاد المهندس يقدم الفوازير لمدة 10 سنين، وكل سنة كانت بفكرة واسم جديد. عم فؤاد بيلف بلاد، عم فؤاد راجع يا ولاد، عم فؤاد رايح الاستاد. وبالرغم بقى من الظروف الصحية الصعبة اللي تعرض ليها فؤاد المهندس، إلا إنه رفض ما يشاركش في الفوازير وقلل من حركته وسط الأطفال. وشارك فؤاد المهندس في آخر فوازير سنة 1993، وهي عم فؤاد والقناة الفضائية مصر أم الدنيا. وكشف المخرج محمد رجائي عن إن فؤاد المهندس حصل على أجر 60,000 جنيه عن كل الحلقات، في حين إن المبلغ ده كان قليل جدا وممكن يكون لحلقة واحدة بس لأنها كانت فكرته كان مؤمن بدورها جدا في تفكير الأطفال، وكان حريص على استكمالها ولو على حساب صحته أو حتى بدون مقابل. أما بقى بالنسبة للأطفال اللي كانوا بيشاركوا في الفوازير فكان عن طريق إعلان، وبيدخلوا بعدها مسابقة في مبنى الإذاعة والتلفزيون للاختيار، وظهر منهم فنانين كتير قوي زي هاني رمزي ومحمد هنيدي ووائل نور ونسرين. وسبب ارتباط المشاهدين بفوازير عم فؤاد وخصوصا جيل الثمانينات والتسعينيات لأنها كانت بسيطة وسهلة ودمها خفيف وبتقدم محتوى كويس وفيها معلومات عامة، ودي حاجات افتقدناها من سنين طويلة. رحمة الله على أستاذ الكوميديا وعاشق الأطفال عم فؤاد. قولوا لنا في التعليقات بقى ايه أكتر فزورة من فوازير عم فؤاد لسه فاكرينها.